شاب تعيس فاقد الأمل في الحياة في كل حاجة وحياته ضايعة خالص. فجأة بيقرر إن هو ينهي حياته البائسة دي، فهوب بدل ما يلاقي نفسه مات بيلاقي نفسه دخل لعبة المفروض يجرب فيها يدخل جوه جسم 12 شخص، كل واحد فيهم بيموت بطريقة مختلفة في ظروف مختلفة وبشكل بشع جدا. والمفروض بقى إن هو ينقذ الشخص ده من الموت وإلا يترمي في بركان عشان يتحاسب إنه فكر يقتل نفسه. قصة المسلسل النهاردة مش هبالغ لو قلت لك يا صديقي انها من اجمل واقوى الملخصات اللي عملناها في حياتنا كلها على القناة. وبالتالي اسمع للنهاية لان والله بجد المرة دي مش هتندم لو وصلت لنهاية الفيديو. انا محمود ويلا بينا نشوف الشاب التعيس ده. بيبدأ المسلسل باننا بنشوف شخص اسمه جاي لابس بدلته ومتشيك على الاخر لانه رايح النهارده مقابلة شغل في تايكنج، الشركة اللي بيحلم يشتغل فيها طول عمره. وجاي كان مجهز للمقابلة دي بقاله مدة كبيرة على فكرة. وهو في الطريق بيكلم دلوقتي خطيبته جيسو وبيعرفها انه في الطريق اهو. فجيسو طمنته وطلبت منه انه ما يتوترش عشان يكتب. جي طمنها وشكرها وقفل المكالمة وكمل طريقه عادي جدا. فجأة بقى وهو معدي الشارع في شخص بيقف في نص الطريق وفي عربية بتخبطه بتطيره خالص لدرجة انه بيترمي جنب جي. طبعا جي بيترعب حرفيا وبيروح يطمن على الراجل اللي اتخبط ده، بس للأسف الراجل بيموت بين ايديه. فجي بيترعب وبيقوم يمشي وبيروح دلوقتي يحضر المقابلة، لكنه بيكون متأثر جدا بالحادثة اللي لسه حاصلة دي، وبالتالي فضل قاعد في المقابلة يترعش ومش مركز نهائيا وكان منهار خالص. وبالتالي الاتش ار بتوع الشركة ما عجبهمش الكلام ده واترفض خالص من المقابلة اللي كان بيحضر لها من سنين. ومن هنا يا صديقي حياة جاي بتتغير تماما، اللي بيعدي الوقت وجاي مش لاقي أي شغل، بالإضافة إنه غرق في ديون كتير جدا. ومش كده بس، جاي اضطر إنه يشتغل أكتر من وظيفة صعبة عشان يقدر يصرف على نفسه. وفضل بقى على الوضع المزري ده لمدة 7 سنين كاملين لحد ما أخيرا قدر يكسب فرصة تانية في نفس الشركة. المرة دي راح عمل مقابلة من تاني على نفس الوظيفة، لكن المرة دي المسؤولين بتوع الشركة مش بيعجبهم السي في بتاعه، وده صديق لأنه مطورش نفسه في ال7 سنين دول وكمان ما عندوش أي خبرة. وطبعا جاي ما كانش يلاقي وقت أصلا إن هو يطور نفسه بسبب يعني الوظائف الكتير اللي كان بيشتغلها. وبالتالي كان قاعد دلوقتي في المقابلة متضايق ومش عارف يرد على المسؤولين بتوع الشركة. لكن رئيس مجلس الإدارة تاي قال له إنه معجب بالقصة بتاعت كفاحه وبكم الوظائف اللي اشتغلها، ووعده يعني بإنه هيدرس السي في بتاعه وهيكلمه. عاوزك بقى يا صديقي تركز قوي قوي وتحفظ شكل الرئيس تاي ده عشان هنحتاجه قدام. المهم حاليا جاي بيقوم يمشي وبيكون فرحان جدا من كلام تاي، لكن للأسف الفرحة دي مش بتدوم كتير لأن صاحبه بيرن عليه وبيعرفوا إن هانسو الشخص اللي كان مديله فلوسه ويستثمرها وأخد الفلوس بتاعته وهرب. جه اتصدم وطلع يجري زي المجنون على هانسو في البيت بتاعه وفضل يخبط ويعيط قدام الباب عشان حد يفتح له، لكن للأسف ملقيش أي رد. فانهار من العياط لأن شاع عمره خلاص راح، وهو حاليا بقى على الحديدة حرفيا ومعهوش جنيه واحد. فضل بقى يعيط، وبعد ما خلص عياط أخد بعضه ومشى. فضل ماشي في الشارع بقى وهو مش عارف يعمل ايه ولا يروح فين ولا يجي منين، لغاية ما في الآخر راح بعد كده لخطيبته جيسو. وأما هي شافته زعلان جدا حاولت تساعده لأنها عرفت يعني اللي حصل له، ادت له دلوقتي ظرف كده فيه فلوس. فجاي اتضايق منها وقال لها إنه كده بيظلمها معاه، وهي حرفيا كل يوم يوعدها ويعشمها بالجواز، وإنه يعني حاليا بيضغط عليها وهي تستحق حد أحسن منه. وبالتالي رجع لها ظرف الفلوس وسابها ومشى، حرفيا كأنه بيقول لها مش هنكمل، وهي طبعا كانت هتموت من الحزن. بعد كل الحزن اللي حصل ده جاي بيرجع البيت، وأما يوصل بيلاقي صاحب البيت مطلع العفش بتاعه كله من الشقة وطارده منها بسبب إنه ما دفعش الإيجار أصلا. فبيتجنن جاي وما بيكونش عارف يعمل إيه وكل حاجة نزلت فوق دماغه. فبيفضل بقى قاعد قدام الباب بتاع الشقة لحد ما النهار بيطلع عليه. في اللحظة دي جاي جات له رسالة من الشركة مكتوب فيها إنه ما تقبلش في الشركة برضه. فجاي خلاص بيكون جاب آخره وبيقعد يعيط بحرقة وهو كل حاجة متقفلة وسودة قدامه، إنه خلاص خسر كل حاجة وما عادش فاضل له أي حاجة. فقرر بقى ياخد قرار صعب جدا ويخلص من حياته ويقتل نفسه. نفس اليوم بالليل بيطلع على برج عالي جدا في المدينة وبيقف فوق سطح البرج ده وهو شايف إنه مش خايف من الموت، والموت مجرد وسيلة تنهي الألم بتاعه ده. وهوب بينط من فوق البرج وبيقتل نفسه. لكن فجأة بيلاقي يا صديقي جاي نفسه فجأة من غير ما يفهم إيه اللي حصل راكب على طيارة وشكله متغير تماما. بيتصدم وما بيكونش فاهم أي حاجة. فبيبدأ بقى يبص حواليه فبيلاقي بنت كده قاعدة قدامه. البنت دي اتكلمت معاه وقالت له أنت بتقول إنك مش خايف من الموت وإنه مجرد وسيلة عشان يعني تنهي حياتك التعيسة. وراحت خلعت بعد كده النضارة اللي على وشها وعينيها خرج منه نور أحمر. فأول ما جاي بص بقى في عينيها اتنقلوا هما الاتنين لمكان تاني، مكان شكله مرعب عبارة عن برج في وسط المية.
في الوقت ده جاي رجع لشكله من تاني وسألها هما فين بالظبط. فالبنت ردت عليه وعرفته إنها هتعاقبه دلوقتي لأنه استهزأ بالموت وكان فاكر إنه بإيده إنه يقتل نفسه وما يقتلش نفسه، مع إن دي حاجة مش بإيده بل بإيدين ربنا. فجاي اتصدم من كلامها ده، وفي وسط صدمته جت مسكته من رقبته ورمته من فوق البرج ووقعته في المية. والمرعب في الموضوع إن المية كان فيها وحوش غريبة جات وفضلت تاكل فيه، فجاي فضل يصرخ لغاية ما لقي نفسه ورجعت طيارة من تاني. البنت وقتها رجعت هي تانية برضه وصدمته بقى وعرفته إنه هيموت 12 مرة، وروحه دي هتتنقل ل 12 شخص مختلفين كلهم على وشك إنهم يموتوا. فلو قدر بقى يتجنب الموت وعاش في جسم أي شخص من ال 12 دول هيقدر يكمل بقى حياته في الجسم ده من غير أي مشاكل. ركز يا صديقي عشان لو مش فاهم، في دلوقتي 12 شخص خلاص قربوا يموتوا، هو هيفضل بقى يتنقل من شخص للتاني ويحاول ينقذ الشخص ده من الموت، ولو قدر فعلا ينقذه وحياة الشخص ده كانت مناسبة بالنسبة له هيفضل عايش في جسم الشخص ده لكنه أصلا ما قتلش نفسه من البداية. حرفيا ده عقاب بتحاولوا تعاقبوا بيه عشان خاطر استهزأ بالموت وكان فاكر إنه ممكن يقتل نفسه بالسهولة دي. فبس بعد ما البنت دي فهمته كل حاجة اختفت من الطيارة كلها. فجي قام بقى يفتش في الطيارة دي ولاحظ إنها طيارة خاصة وتخص الشخص اللي هو حرفيا هيبقى أول واحد بالنسبة له من ال 12. وعشان يعرف بقى أكتر عن الشخص ده، في بلورة كده ظهرت من العدم ودخلت في عقله، وأول ما دخلت جاي بدأ يشوف كل ذكريات الشخص اللي موجود، وعرف إنه حاليا في جسم شخص اسمه بارك. وبارك ده يبقى الابن التاني للرئيس التنفيذي لشركة تايكانج، والعلم دي تبقى الشركة اللي جاي كان هيموت ويشتغل فيها. وده اللي ظهر معانا في المقابلة لو تفتكر يبقى أصلا أخو بارك الكبير. لكن بارك كان أذكى من أخوه الكبير لدرجة إن أبوه عينه النائب بتاعه عشان يبقى هو الرئيس الجديد. طبعا جاي لما عرف الحاجات دي كلها فرح جدا جدا لأنه ممكن كده ينقذ جسم بارك من الموت ويعيش للأبد في جسمه ويبقى هو الرئيس التنفيذي للشركة اللي كان هيموت ويشتغل فيها. فجاي اتبسط خالص وقعد دلوقتي يضحك وتخيل بقى هيعمل إيه وهو الرئيس للشركة. بس وهو قاعد بيتخيل محرك الطيارة بيحصل فيه عطل مفاجئ وبيولع حرفيا، وفجأة توازن الطيارة بيختل ومن شدة الضغط الباب بتاع الطيارة بيتكسر والطيارة بتنفجر وجاي بيتحرق وبيموت. بعد ما مات بقى صديقي رجع لشكله الطبيعي ولقي نفسه في مكان غريب كده، ونفس البنت قاعدة مستنياه، والمرة دي البنت عرفته إن خسر حياة وفاضل له 11. جه قرب منها بقى وساعتها أخد باله من 11 رصاصة محطوطين قدامها على الترابيزة، فسألها إيه دول؟ فعرفته إن كل رصاصة من دول بتمثل حياة، وعشان يقدر بقى يتنقل من شخص للتاني لازم ياخد رصاصة منهم في نص دماغه. فجاي بيخاف بس بيسألها طب إيه البلورة اللي أنا كنت شفتها من شوية دي؟ فعرفته إن البلورة دي بتنقل له قدرات وذكريات الشخص اللي هيتنقل له. يعني مثلا لو جاي يتنقل لجسم ميسي مثلا هياخد ذكرياته ومهاراته الأسطورية في كرة القدم وهكذا. فجاي كان مبهور بالكلام ده وحاسس انه بيلعب لعبة معينة، بس بعدها سألها بس انا ما كنتش اعرف كل ده ونقلتيني فورا لجسم بارك وملحقتش اعرف اي حاجة وهوب الطيارة اللي هو كان راكبها انفجرت ومات. فقالت له البنت انها عملت كده عشان تعرفه ان الموت مش سهل، وعرفته كمان ان دي الموتة اللي مات بيها بارك وهو اللي معرفش ينقذه واللي جاي اصعب بكتير. وقتها جاي سألها طب لو فشلت انقذ اي حد من ال 11 الباقيين ايه اللي هيحصل؟ فرعبته وعرفته انه هيترمي في بركان من اللهب وهيموت فورا. فجاي يا صديقي مات من الرهب وفضل يعيط من منظر البركان المرعب. فالبنت طمنته وقالت له انه يقدر ينقذ نفسه لما ينقذ حياة حد من 11 الباقيين وساعتها هيكمل حياته عادي جدا. جاي يطمن بقى شوية ولسه يا دوبك هيسأل البنت على حاجة تانية، البنت ما ادتلوش فرصة وضربته طلقة في نص دماغه عشان يتنقل للجسم الجديد. وعلى طول اتنقل يا صديقي لجسم واحد من 11 التانيين، والصدمة انه المرة دي لقي نفسه في جسم شخص مجنون من اللي هما بيقفزوا من طيارات والكلام ده. والعبرة انه حاليا طاير في الجو ولحظات ويخبط في الارض ويموت. وحقيقة مش دي الصدمة الوحيدة، الصدمة هنا انه مش لابس مظلة اصلا. فجي فضل يصرخ لحد ما حد من صحابه اللي نطوا معاه جه ومسكه. في الاثناء دي البلورة جات ودخلت في عقل جاي وفهم انه في جسم واحد اسمه سونج. سونج ده عاشق للمخاطر والتحديات المجنونة، والنهاردة هو في تحدي انه ينط من طيارة من غير مظلة ويهبط بشكل مباشر على شبكة متثبتة في الارض من غير ما يموت. والتحدي ده بقى كله العالم بيتفرج عليه حاليا، ولو نجا من التحدي ده هياخد 3 مليار دولار. طبعا جينا لما سمع المبلغ اتجنن وتشجع بقى وقرر ينفذ التحدي ده ويتصرف، وساب بقى صاحبه اللي بيساعده وعدل جسمه وبدأ يستغل قدرات جسم سونج وانطلق بقى ناحية الشبكة بأقصى سرعة. وحرفيا العالم كله كان بيتفرج وكل الناس هتموت من الحماس ومنتظرين اللحظة النهائية. بس الحماس بيتحول لصدمة في أقل من لحظة، لأن أول ما جاي قرب من الشبكة معرفش يعدل جسمه وقع في الأرض وراسه فرقعت زي البطيخة ومات موتة شنيعة. وبكده يكون جاي فشل للمرة التانية فبيرجع من تاني للبنت. وقتها البنت سألته سؤال كده حبت تستفسر منه يعني
قالت له: هو انت ليه قررت ترمي نفسك من فوق البرج لما فقدت الامل خالص؟ فحكى لها بقى ان ظروفه ما كانتش احسن حاجه، وانه اتولد في عيله فقيره وفضل يكافح مده طويله من عمره عشان يحسن ظروف عيلته، لكنه فشل في كل ده. البنت قالت له انه لازم يندم على اللي عمله ده، فزعق لها ورفض لانه شايف ان مفيش فايده من الندم. فاتضايقت هي التانية وعرفته انه اناني ومش مهتم باي حد غير نفسه، وهوب راحت مطلعه المسدس وادت له طلقه تانية في نص دماغه. المره دي اتنقل بقى لجسم طالب في الثانويه، وصدمه ان اول ما اتنقل شاف واحد من المتنمرين بتوع المدرسه اسمه جين بيتفرج على الفيديو بتاع المظله اللي هو مات فيه وعمال يضحك بقى زي المجنون. جاي اتضايق، كان هيروح بقى يمسك فيه، بس البلورة ظهرت فجأة ودخلت عقله. فجاي عرف إنه حاليا في جسم طالب اسمه كون، وكون ده ظروفه كانت صعبة جدا خصوصا بعد موت أبوه وأمه اللي اضطرت تشتغل لفترات كبيرة جدا عشان تقدر تصرف عليه. وغير كده كون ضعيف وبيتعرض للتنمر كل يوم في المدرسة على إيد المجنون جين وأصحابه. فجي بقى زعل الصراحة على كون وراح قعد مكانه في الدكة بتاعته. فجين جه دلوقتي ورخم عليه وهو قاعد. جاي يتهور ومسك كرسي كده وضربه بيه وقعه على الارض ومسكه وطلب منه يعتذر، بس جين رفض. وصاحبه المتنمر اللي اسمه تاي كان قوي جدا الصراحه، وجه شد جاي وقعه على الارض، وجاي قام وحاول بقى ان هو يعني يضربه، لكن تاي كان قوي ومسك جاي عدم العافيه. عامة بعد ما كل الحصص بقى خلصت، جين وباقي المتنمرين مسكوا جاي وضربوه من تاني، بس المرة دي تاي حاول ان هو يخلي جين يبطل اللي بيعمله ده ويسيب يعني جاي في حاله. فجين اتجنن وضربه بالقلم على وشه وزله حرفيا قدام جاي. وقتها جاي استغرب قوي من كده لان تاي يقدر بكل سهوله يضربه، لكنه ما عملش ده، وهنعرف برضه قدام ليه، بس يعني ركز معايا. دلوقتي جاي بيرجع بيته اللي هو يعني بيت كون، وأول ما بيدخل البيت بيلاقي رسالة من أم كون بتعرفه فيها إنها هترجع من الشغل متأخر. جاي لما قرا الرسالة زعل جدا إنه افتكر يعني لما كانت أمه بتكتب له نفس الرسايل دي زمان. زعل وفضل قاعد دلوقتي مستني أم كون ترجع. أول ما رجعت بقى حضرت له الأكل وقعدت تاكل معاه وتديله أكل يعني من اللي كان معاه حاليا بتاكل فيه. فشي حس الصراحة بكمية حنان رهيبة وافتكر أمه الحقيقية. ما قدرش يسيطر على دموعه وفضل يعيط وهو بياكل. تاني يوم جاي أول ما راح المدرسة راح قابل تاي وسأله هو ليه جين هو الزعيم مع إنك أقوى منه بكتير. فتاي عرفه إن جين مصاحب بلطجي عنده عصابة كبيرة، فلو بقى أي حد لمسه أو ضربه هيروح يقول للراجل ده بتاع العصابة وكل العصابة هتتقلب علينا وهتخلي حياتنا جحيم. جاي فهم كل حاجة كده وبدأ يفكر في خطة يعملها. بعد الكلام ده كله جاي بيروح الكافيتيريا عشان ياكل، فجين جه ورخم عليه تاني. فجي قام ومسك طبق الأكل وفضاه كله على دماغ جين وسط كل الكافيتيريا وسابه بعدها ومشى. وجين ساعتها اتجنن لأن شكله بقى عبيط قوي وسط كل في الكافيتيريا. فجين اتجنن وما ضيعش وقت وراح لصاحبه بتاع العصابة وحكى له كل حاجة. فصاحبه جمع العصابة بتاعته وراحوا المدرسة عشان يضربوا جاي. العبرة هنا إنهم أول ما وصلوا وشافوا شكل جاي أو كون يعني اتصدموا لأن كون شكله ضعيف جدا وما يستحقش اللمة اللي هم جايين عليها دي. فرئيس العصابة وقتها شتم جين عشان جابه هنا ينتقم من شخص ضعيف وزقه وأخد عصابته ومشى. جين وقتها اتجنن وحاول يضرب جاي، فطاي اتدخل بقى ورازعه وقلم وقعه على الأرض. وطبعا يعني طاي ضربه لأنه كان يطمن إن خلاص العصابة تخلت عن جين. ومن ساعة يا صديقي اليوم ده بقى وجين بقى أضعف واحد في المدرسة، وطاي مقضيها ضرب فيه كل ما يشوفه. ده غير يعني إن مبقاش في حد راضي يصاحب جين ده أو حتى يقرب منه. فجين اتجنن بقى وقرر ينتقم من جاي أشد انتقام. في يوم وجاي ماشي في الشارع جين جه ضربه بقالب طوب على دماغه، فجاي نزف وقع على الأرض. بعدها جين نزل فوقيه بقالب طوب تاني وقتله في مشهد صادم وحزين. وبكده للأسف تالت محاولة بتفشل وجاي بيرجع لنفس المكان البائس من تاني، وبيكون زعلان جدا على اللي حصل ده. وبيسأل دلوقتي البنت ليه دايما بتحطيه في شخص ظروفه صعبة جدا وصعب انه ينقذه من الموت. فضحكت وقالت له كل اللي فات ده صعب، الصعب لسه جاي. وعلى طول راحت ضربته بطلقة جديدة في نص دماغه. جاي بقى بيتنقل لشخص جديد والشخص ده بيكون مخطوف حاليا وبيتعذب عذاب شديد. جاي بيكون بيعاني لانه مش فاهم اي حاجة حاليا، والناس اللي بيعذبوه دول بيكونوا عاوزين يعرفوا منه مكان البنت والفلوس. جاي ولا يعرف اي حاجة عن الكلام ده لان لسه البلورة ما جاتش. فبيفضل بقى يجاريهم في الكلام لحد ما البلورة جات. وحرفيا البلورة جت في الوقت المناسب لان في واحد من العصابة كان هيطبق دماغه دلوقتي بشاكوش. المهم جي بدأ يشوف ذكريات الشخص اللي هو جواه وعرف انه في جسم شخص اسمه لي ده بقى يا سيدي شغال في عصابة كبيرة جدا، وتقدر تقول ان ليه حتة تقيلة في العصابة وهو الدراع اليمين بتاع رئيس العصابة. وبنعرف كمان ان رئيس العصابة عنده بنت وليه بيحبها جدا، وكان عارف كويس ان ابوها بيضربها، عشان كده ليه قرر يهرب معاها من العصابة. ومش كده بس، ليه سرق 10 مليار وان من العصابة وهرب، وكل حاجة على فكرة كانت تمام التمام. اللي مش تمام بقى ان العصابة قدروا يوصلوا له وهو حاليا مخطوف زي ما شفنا. فبس جاي بعد ما شاف كل الذكريات دي واتأكد ان ليه قوي جدا، قرر
قرر بقى ان هو يستخدم قوته دي، وبكل مهارة بدأ يتعارك مع الناس اللي خاطفينه، وبيقدر يفك نفسه بكل مهارة برضه، وحرفيا بيتفادى كل ضرباتهم، وهو طبعا مبهور باللي بيعمله. وبيطفي بقى الانوار وبيمسك سكينة وبيشرح فيهم واحد ورا التاني. بعد ما بيخلص بقى عليهم كلهم بيفتكر ان ليه مخبي تقريبا 10 مليار في مخبأ في المدينة، فجاي بيبدأ يجهز نفسه عشان يروح يهرب من هنا ويروح ياخد ال10 مليار ويعيش بيهم كملك. بعد الكلام ده كله جاي بيفتح الباب بتاع المكان اللي هو فيه ده عشان يهرب، فبيلاقي المكان عبارة عن عربية كبيرة جدا، فبيلاحظ ان في موتوسيكل معاه في العربية، فبيركب الموتوسيكل وبينط بين العربية وهي ماشية. وحقيقة ليه أصلا من ضمن مهاراته إنه سواق محترف جدا، فجاي بيستغل المهارة دي في السواقة وبيهرب بالموتوسيكل. بيفضل يجري بيه لحد ما بيطلع فوق الكوبري، وقتها عربيات العصابة بيطلعوا وراه وبيضربوا عليه نار. جاي بيفضل يتفادى الرصاص ده وبيكمل هروب بأقصى سرعة، وبسبب ضرب النار الكتير اللي بقى في كل حتة بتحصل كذا حادثة وتريلا كبيرة بتتقلب على الكوبري. لكن جاي بيقدر يهرب برضه وبيكمل هروب لحد ما بيدخل بالموتوسيكل المول اللي في المدينة. ومش هو لوحده اللي دخل المول بالموتوسيكل، لا كل العصابة دخلوا وراه بالموتوسيكلات بتاعتهم. لكن يعني جاي قدر يركب الأسانسير بالموتوسيكل بتاعه وطلع فوق السطح بتاع المول. كانوا برضه لقي ناس من العصابة وراه، فجاي يتهور بقى ونط بالموتوسيكل من فوق المول ونزل في قلب حمام السباحة، والمرة دي الحمد لله هرب بجد منهم. وقتها بقى غير هدومه ومشى من المكان كله. وبعد شوية بيروح يقابل بنت رئيس العصابة اللي اتفق يعني يهرب معاها. وأول ما وصل وهي شافته اطمنت وحضنته، عشان يتأكد إن فعلا البنت دي بتحبه من قلبها. بعد كده البنت الملاك دي سألته فين ال10 مليار، فجي قال لها في المركب اللي هناك دي، ويا دوبك لسه بيلف وشه البنت راحت غادرة بيه وقتلته بطلقة في نص دماغه عشان تاخد كل الفلوس لحسابها. وبيموت دلوقتي جاي في مشهد صادم تاني. وبالتالي جاي بيرجع بقى لنفس المكان الغريب، والبنت اللي هناك بتفضل تضحك عليه وتتريق على غبائه، وعرفته ان البنت غدرت بيه بسبب الفلوس. العبرة ان جاي اصلا كان كذب على البنت اللي قتلته لان هو الوحيد اللي عارف مكان ال10 مليار، فكان مخطط يعني ان هو هيروح ياخد الفلوس المرة الجاية لما يتنقل لجسم حد تاني. وعلى فكرة البنت دلوقتي لاحظت قدامه انه بيضحك كده، فتعصبت وضربته بطلقة تانية في نص دماغه. وبالتالي جاي اتنقل لشخص جديد، والمرة دي جاي بيلاقي نفسه في سجن ومحبوس في الانفرادي. فبيتجنن وبيفضل يصرخ لانه خايف لحسن يكون محكوم عليه مده كبيره ولا حاجه، وبيفضل قلقان كده لحد ما الحارس جه خده ورجع الزنزانه بتاعته. اول ما دخل بقى الزنزانه في واحد صاحبه مسجون معاه جه يتكلم معاه، فجاي ساله هو هيخرج امتى من هنا. فالتاني طمنه وعرفه ان هما الاتنين هيخرجوا كمان 4 ايام. فجاي فرح لانه كده بعد ما يطلع يروح ياخد الفلوس اللي ما كانش قال عليها بالظبط للبنت ويعيش حياته الملك. بعدها بقى صاحبه ده قال له ياخد باله يعني اللي من الجايين دول وما يتخانقش مع المريض النفسي اللي هنا عشان ما يرجعش الانفرادي من تاني. فجاي بيبدأ يتوتر من حوار المريض النفسي وبيفضل خايف كده لحد ما بيلاقي المريض النفسي ده داخل الزنزانة هو التاني. ومن هنا بيتصدم صدمة عمره لأنه ليه جين هو المريض النفسي اللي صاحبه بيتكلم عليه. فجاي بيتجنن بقى وبيضربه كف بيوقعه على الأرض وبينزل فوقيه ضرب برجليه. وطبعا لو انت مش مركز أوي فجين ده هو اللي قتله لما كان في جسم كون الطالب لو تفتكر. وحاليا بقى جين مسجون بسبب الجريمة دي. فجي بقى بيفضل يضرب فيه لحد ما البلورة بتيجي وبتدخل دماغه. فجي بيفهم إنه دلوقتي في جسم شخص اسمه تشوي عنده 21 سنة. وتشوي ده كان نفسه يبقى ملاكم، لكن بسبب الديون وظروف أمه الصعبة معرفش يحقق الحلم ده. وعشان يسدد ديون أمه في شخص جه عرض عليه يشيل جريمة قتل مكان الرئيس بتاعه وهياخد 200 مليون. فطبعا تشوي اضطر يوافق، وبالفعل راح لمركز الشرطة واعترف على نفسه وسلم نفسه. وفورا بيتم عرضه للمحكمة والقاضي بيحكم عليه بسنتين سجن لأنه لسه قاصر يعني، وكان وقتها عنده 19 سنة. بس بكده جاي بيكون فهم كل حاجة وهو محبوس هناك. بيفتكر على فكرة برضه جاي إن جيم لما وصل السجن الجديد قال لكل المساجين إنه قاتل مختل عقليا عشان يخوف الناس كلها منه لأن هو أصلا كان خايف. فبيفضل بقى دلوقتي جاي يضحك، بعدها بيقوم وبيقرب من جين وبينزل فيه ضرب بالكفوف. فجين بيعيط وبيبان على حقيقته بقى قدام كل المساجين، وبيفضل يعيط ويتذلل لجاي عشان يسيبه. فكل المساجين اتصدموا لأنهم كانوا فاكرين إنه شخص خطير. بس لا، جاي كشف على حقيقته، ومش كده وبس، جاي عرفهم كلهم ان جين ده مجرد شخص جبان متنمر وقتل طالب غلبان صاحبه بطوب على دماغه. عارفين جين كان مصدوم لان ازاي انت عرفت كل الكلام ده. بس العبره ان لما المساجين عرفوا الكلام ده كله وانه كان بيكذب عليهم الفتره اللي فاتت قاموا كلهم ونزلوا فوقيه ضرب. تاني يوم بقى جاي راح الورشه اللي المساجين بيشتغلوا فيها، وساعتها في واحد من المساجين مسك صفيحه المنشار وطيرها على دماغ جاي وحاول ان هو يقتله، بس الحمد لله جت سليمه. وجاي دلوقتي وسع راسه في اخر لحظه والصفيحه لبست في سجين تاني خالص. بس فضل يصرخ لحد ما الحراس جم اخدوه. بعد كده بقى المساجين اللي في الورشه حاصروا جاي وعرفوه ان في حد استاجرهم عشان يعني يقتلوه. فجاي فهم ان اللي استاجرهم ده يبقى الشخص اللي اتفق معاه على 200 مليون وان هو عاوز يخلص منه عشان ما يدفعلوش اي فلوس.
فبيتضايق جاي وبيبدأ يركز بقى على المساجين اللي محاصرينه دول، وبيستخدم قدراته بتاعة الملاكمة اللي هي يعني عند تشوي اللي في جسمه ده، وبيبدأ بقى يدافع عن نفسه وبينزل ضرب في المساجين واحد ورا التاني. وطبعا كان بيتفادى ضرباتهم كلها بسهولة، وفي أقل من لحظة كان ضربهم كلهم وسابهم متكسرين على الأرض ومشى. في نفس اليوم ده بقى بالليل جاي بيرجع الزنزانة وبينام، في اللحظة دي بياخد باله من جين وهو في الحمام وبيسن القلم بتاعه عشان يقتله بيه. فبيدخل ورا الحمام وبياخد منه القلم، فجين بيفضل يعيط ويشتمه لأن بسببه بقى ملطشة كل المساجين ومبقاش في حد بيخاف منه. فجين بيزاوي وبيوقعه على الأرض وبيقرب منه وبيقول له أنت حسيت بوجع لما تاي ضربك في المدرسة؟ فجين اترعب وسأله عرفت منين؟ فجين فضل يمثل عليه وفهمه إنه شايف دلوقتي الروح بتاعة الطالب الغلبان كون اللي هو قتله، وشايفها دلوقتي واقفة وراه. فجين الجبان بيموت من الرعب، ومن شدة رعبه بيعملها على نفسه حرفيا وبيغمى عليه. بعد يومين بقى جي خلاص بيكون بيجهز نفسه عشان هيخرج، وقبل ما يخرج بقى بيلاحظ ان خلاص جين اتجنن وبقى خايف دايما من ساعة ما هو قال له ان كون واقف وراه. جي بيفرح لانه شخص حقير ويستحق اللي بيحصل له، بس بعدها جي بياخد بعضه هو بقى اصحابه اللي هيخرجوا النهارده برضه وبيمشوا. هو بقى بيخرجوا جي ليه الشخص اللي كان وعده بالفلوس مستنيه بره، فراح بقى ركب العربية معاه، وساعتها الشخص ده اداله شنطة الفلوس اللي اتفقوا عليها، لكن جاي بيرفض ان هو ياخدها لانه صراحة عاوز يبعد عن وجع الدماغ ومحدش يطارده تاني، وكده كده هو عارف مكان ال10 مليون، فبيرفض بقى الفلوس دي اللي هي بالنسبة له قليلة وبياخد بعضه وبيمشي من السكات. طبعا الشخص التاني بيكون مستغرب من كده وخايف لحسن يكون جاي هيعترف ويقول انه مش القاتل. عموما جاي بيمشي دلوقتي، وبعد شوية بيوصل للمكان اللي هو اتقتل فيه لما كان في جسم ليه، ومن هناك بيركب مركب صغيرة وبيتحرك بيها وبيروح للمكان اللي فيه ال10 مليار، وبالفعل بيلاقي هناك الشنطة اللي فيها فلوس وكمان ألماظ، فبيفرح جدا جدا. بعد كده بيحس بتعب فبينام شوية يعني، بس هو نايم بيفتكر أمه، فبيصحى من النوم وبيلاقي أم تشوي اللي هو في جسمه حاليا ده بترن عليه، فبيزعل وبيفتكر لما أمه رنت عليه قبل ما يقتل نفسه وهو للأسف مردش عليها. فبيفضل دلوقتي يعيط وبيرد على أم تشوي وبيكلمها بكل حزن وبيعرفها إنه رجع البيت وبيقفل معاها المكالمة، مش بيضيع بقى وقت وبياخد شنطة الفلوس وبياخد بعضه وبيمشي. بس قبل ما يرجع البيت بيدخل محطة القطر وبيشيل شنطة الفلوس في خزنة الأمانات بتاعة المحطة، ولما بيخلص بقى بيمشي وبيفضل بقى ماشي لحد ما بيوصل للشارع اللي تشوي ساكن فيه. وأول ما بيدخل الشارع ده في شخص بيجي من ظهره وبيضربه بسكينة في جنبه وبيوقعه على الأرض. فجاي بيفضل ينزف وبيسأله هو مين اللي بعته، فالشخص ده قرب منه وعرفه إنه يبقى أبو البنت اللي هو قتلها، وعرفه إنه طعنه بالسكينة عشان ينتقم لبنته لأنه شايف إن بنته اتظلمت لأنه اتحبس سنتين بس وبنته ماتت. جاي بيزعل جدا يا صديقي وبيعيط وبيعتذر له وبيقول له الحقيقة وإن مش هو اللي قتل بنته. فالراجل التاني بيتصدم ومش بيبقى مصدق نفسه، وفجأة بيسمع صوت حد داخل الشارع، بيسيب جاي وبيهرب. فعلا الحد ده بيطلع صاحب جاي اللي كان مسجون معاه في السجن، وصاحبه ده بيطلع شخص حقير جدا شغال مع الشخص اللي كان مأجر جاي عشان يعترف على نفسه ويخش السجن. وللأسف الحقير اللي كان مسجون مع جاي بيخرج سكينة من جيبه وبيطعن بيها جاي في بطنه، فجاي بقى بيفضل ينزف جامد لحد ما بيموت، وبكده بيكون فشل تاني. وبالتالي بيرجع للمكان الغريب عند البنت. في اللحظة دي جاي بيكون مستعجل جدا وبيطلب منها تضربه بالمسدس بسرعة إنه عاوز يرجع ويلحق الفلوس من الأمانات، فالبنت بتضحك ضحكة خبيثة وبتضربه بعد كده طلقة في نص دماغه من تاني. وهوب جاي بيتنقل، والصدمة إن المرة دي بيتنقل لجسم طفل صغير رضيع، فبيتجنن وبيفهم ليه البنت ضحكت قبل ما تضربه الطلقة الأخيرة، لأنه دلوقتي بقى في جسم طفل مش هيعرف يعمل بيه حاجة. فبيفضل بقى يعيط وهو في جسم الطفل ده على الفلوس اللي هتضيع دي، ومن شدة عياطه أم الطفل جت خدته وركبته العربية واتجننت بقى وفضلت تصرخ فيه وتشتمه عشان يعني عمال يعيط كتير من غير أي سبب. بعدها اتحركت بالعربية ورجعت البيت، وأول ما رجعت البيت رمت الطفل جه على الكنبة جامد أكنه حرفيا كورة. ومش كده بس، لا أبوه كمان جه وأكله أكل فاسد. وفي وسط كل العبث اللي بيحصل ده الشرطة بتيجي البيت وبيكون معاهم ست من جمعية حماية الأطفال، والست دي بقى بتقول للشرطة لما بتوصل هنا إن أبو وأم الطفل ده بيعملوه وحش جدا لأن ده بان على جسمه لما كان بيتطعن في المستشفى. طبعا ابو وام الطفل اترعبوا احسن يعني يتقبض عليهم. فابو الطفل قال للشرطي انه شغال اصلا في مجال رعايه الاطفال، وغير كده الشرطي شاف صور كتير الصراحه للطفل وهو مع ابوه وامه، وباين يعني من الصور انهم عيله سعيده. فالشرطي بيعتذر وبيقرر يمشي. يجي بقى لما عرف اتصدم وخلى الطفل يعيط جامد جدا عشان الشرطي ما يمشيش، لكن للاسف الشرطي مشى هو والست اللي معاه. لما بقى مشيوا ام الطفل اتجننت ومسكته ورمته على الارض ومسكت المخده وكتمت نفسه بيها وقتلته في مشهد صادم وحزين. بيرجع بقى جاي نفس المكان الغريب من تاني، وجاي بيكون مستعجل وبيزعق البنت وبيطلب منها تضربه برصاصة بسرعة عشان يلحق يعني الفلوس. فالبنت بتسمع كلامه وبتضربه برصاصة، والمرة دي بيتنقل جاي لجسم شخص تاني. حظه بيكون كويس إن الشخص ده كان قريب من محطة القطر اللي فيها أصلا الفلوس، فجاي بيفرح وبيطلع يجري على المحطة زي المجنون.
وعلى فكرة بيلحق وبيقدر يرجع شنطة الفلوس. بعد كده بيبص في المراية اللي في المحطة، بيلاحظ إن شكله وسيم نوعا ما، فيبص جنبه كده بيلاقي عينات ليه، فبيفهم إنه عارض أزياء. بعد كده البلورة بتظهر وبتدخل دماغه، وبيعرف بقى إنه في جسم شخص اسمه جيون، وإنه شخص محبوب بسبب شكله ومشهور في مجال عرض الأزياء وكده يعني. وبس دي أهم المعلومات بتاعت جيون. فجي بيفرح بالكلام ده وبياخد بعضه وبيمشي وبيرجع بيت جيون. وحرفيا بقى بينبهر من كمية الساعات والحاجات والجمال بتاع البيت، بيكون مبسوط جدا. وفي اللحظة دي جاي أخد باله من جريدة الأخبار، وقرا دلوقتي خبر مفرح جدا، ألا وهو إن الشرطة قبضت على أم وأب الطفل اللي هو كان اتنقل جواه قبل كده. فطبعا جاي بيفرح جدا إن الناس الزبالة دي خدت جزاها. بعدها بيستريح شوية. تاني يوم أخو جيون بيجيله البيت وبيصحيه من النوم وبيطلب منه يقوم ياخد دش عشان ينزل يشتغل في الكافيه بتاعه. فجاي بيسمع الكلام ده وبياخد دش، وبعد ما بيخلص بينزل يقف في الكافيه بتاع أخوه. في الوقت ده جيسو خطيبة جاي الأصلية لو تفتكرها، اللي هو يعني سابها قبل ما يقتل نفسه، بتدخل الكافيه. جاي بيكون واقف باصص لها وهو مصدوم، وبيبدأ دلوقتي يفتكر كل لحظاته السعيدة معاها زمان قبل ما يقتل نفسه. وبيفضل بقى باص عليها من غير ما يتكلم ولا كلمة. بس عموما يعني بعد شوية جيسو طلبها خلص وراحت بقى عشان تاخده من جاي. وساعتها جاي كان متوتر جدا لدرجة إن هو بيديها الأوردر إيده فضلت تترعش. هي استغربت يعني الصراحة، فاعتذر لها واخدت بقى الطلب وخدت بعضها ومشيت. جاي سأل وقتها أخوه لو إن جيسو بتيجي هنا كتير، فقال له أيوه، وعرفه يعني إنها بتيجي هنا دايما عشان تكتب الرواية بتاعتها. جاي مضيعش وقت بقى وبحث عنها على النت، وعرف إنها كسبت جوايز كتير جدا من آخر مرة شافها. وشاف صورتها دلوقتي مع أول جايزة ليها ومعاها كمان ظرف فلوس. فبيفتكر بقى إن ده الظرف نفسه اللي هي حاولت تديهوله قبل كده عشان تساعده بيه لما راح لها البيت. فبيزعل وبيحس بندم رهيب جدا إنه سابها. بيفضل بقى قاعد كده بص عليها لحد ما بتقوم تمشي. تاني يوم جاي بيروح يقعد في الكافيه من بدري وبيستنى جيسو تيجي، وبالفعل بتيجي الكافيه وبتطلب نفس الطلب بتاعها وبتروح تقعد مكانها. فجاي بيجهز الطلب وكمان بيحط حتة كيكة كده مع الطلب هدية منه. فجيسو استغربت لما شافت الكيكة دي، فجي عرفها إنها هدية من الكافيه لأنه معجب يعني جدا بالكتابات بتاعتها. فجيسو بتشكره وبتفرح. جاي بقى حاول إن هو يقرب منها شوية، وقالها إن عنده فكرة ممكن تتحول رواية، وقعد بقى يحكي الفكرة. حرفيا قال لها على كل اللي بيحصل معاه، وإن في شخص قتل نفسه وبدأ يتنقل من جسم للتاني وعلى فكرة جيسو بعد ما سمعت جزء من القصة بس عجبتها جدا، وقالت له بعد كده أنت بتتكلم عن البطل وبتوصف شعوره بالظبط أكنها مشاعرك أنت، وبتسأله عن اسم بطل الرواية دي. فجاي بيتوتر وبيكذب عليها وبيقولها إنه لسه ما اختارش اسم. بعدها بيطلب منها توقع له على نسخة من الرواية بتاعتها اللي هو يعني مشتريها. بتوافق طبعا وبتخرج بقى قلم من شنطتها وبتبدأ توقع بيه. فجاي بيلاحظ إن ده القلم اللي هو اشتراه ليها هدية قبل ما يقتل نفسه، فبيزعل أكتر. بعد كده بقى جيسو طلبت منه إن هو يبقى يعرفها تفاصيل أكتر عن الرواية بعدين. فجي فرح وقال لها تمام. وتقدر تقول كده إن من ساعة اليوم ده كل يوم تقريبا جاي بيقعد يتكلم مع جيسو في الكافيه بالساعات، ويفضل يحكي لها عن القصة بتاعته وما إلى ذلك. وفي يوم بقى بيفضلوا يتكلموا لحد ما الليل بيليل عليهم. جيسو بتستأذن وبتقوم تمشي، وأما بتخرج الشارع الجو بيمطر، فجاي بيخرج وراها وبيديها شمسية لونها أحمر عشان المطر وكده. فبتستغرب الصراحة، لكنها يعني بتشكره وبتاخد منه الشمسية وبتمشي، وهو برضه بيمشي وبيرجع الكافيه. وقتها في واحدة من الزباين بتكسر إزاز كده بالغلط، فجاي بيروح يلم الإزاز ده من على الأرض. بس وهو بيلم الإزاز شاف عربية إسعاف معدية بأقصى سرعة عنده، فبيتعور من الإزاز. بس هو بيقوم يعني يمسح الدم من على إيده. وساعتها بيسمع اتنين من الزباين بيقولوا إن في بنت كانت دايما بتيجي هنا عملت حادثة. شي اترعب وعلى طول حس إن قصدهم على جيسو، فأخد بعضه وجري زي المجنون وخرج من الكافيه وراح على مكان الحادثة. وأول ما وصل شاف دم على الأرض، وكمان شاف الشمسية اللي لونها أحمر مرمية على الأرض. فترعب وفضل يعيط ويصرخ ويزق في الشرطة عشان يشوف مين اللي ماتت. وفي وسط الجرم ده شاف جيسو واقفة بخير وكويسة. فهدي وطمن خالص، وجيسو نفسها استغربت الصراحة لما شافته واقف كده والدم بينقط من إيده. فرحت له وقعدت جنبه وبدأت يعني تربط له إيده وتضمدها، وسألته هو أنت ليه جيت مخضوض بالشكل ده مكان الحادثة؟ فجاي اتوتر وقال لها إنه افتكر حد يعرفه يعني هو اللي عمل الحادثة دي، بس ما قالهاش طبعا إنه افتكرها هي. جيسو زعلت وعرفته إنها عارفة الشعور والقلق اللي هو حس بيه النهارده، لأن خطيبها اللي هي كانت بتحبه مات من مدة وما قدرتش تلحقه، وبتفضل بقى تعيط. جه وقتها زعل جدا لأنه فهم إن هو اللي تسبب لها بالألم ده كله. فحاول يعني يواسيها، بس جيسو استأذنت وودعته بكل حزن وقامت مشيت من سكات. تاني يوم بقى جيسو راحت زارت القبر التذكاري بتاع جاي. وقتها جاي كان هناك هو تاني، وسمع جيسو وهي بتعيط وبتقول إنها السبب في إنه يموت لأنها موقفتش جنبه. فجاي بيزعل أكتر وأكتر، وبيستنى بقى لما هي بتمشي وبيروح عند القبر بتاعه وبيفضل يعيط. وفجأة وهو بيعيط أمه جات وسألت أنت مين؟ فجاي يتوتر وبصلها وهو حابس دموعه،
وقال لها إنه مستني بس أمه، وأخد بعضه وخرج من المكان. وقف بره بقى فشاف أمه وهي بتجري على الحمام وسمعها وهي منهارة من العياط. فجي ما قدرش يستحمل وجري على بره وقعد في الأرض وفضل يعيط. إنه فهم إنه لما قتل نفسه مش بس دمر حياته، بل هو كمان دمر حياة أمه وحياة جيسو من كتر حزنهم عليه. بعد بقى ما جاي يخلص حياته رجع البيت كاتب رسالة لأمه عرف فيها إنه صاحب ابنها، وابنها كسب فلوس كتير جدا عن طريق التداول. حط الرسالة دي في شنطة الفلوس اللي هي فيها 10 مليار. وتاني يوم أخد الشنطة وراح بيها على بيت أمه وفتح الباب ودخل البيت وأمه في الشغل، وساب الشنطة بتاعت الفلوس في البيت ومشى. ورجع بعد كده الكافيه من تاني، وجيسو وقتها جات له من تاني فطلب منها إن هي يعني يطلع يتمشى معاها النهاردة شوية. وافقت بالفعل وبيطلعوا الاتنين يتمشوا مع بعض. في الأثناء دي جي بدأ يقول لها الحقيقة، وإن هو كان عنده خطيبته اللي بتحبه دايما وعمرها ما استعرت منه، مع إنه كان شغال شغلانات كتير جدا مش أفضل حاجة. وبدأ بعد كده يحكي لها حاجات كتير وعادات في جيسو نفسها وهو عمال يعيط. جيسو انهارت من العياط وسألته عرفت الحاجات دي كلها ازاي، وعرفها القصة اللي هو بيحكيها دي حقيقة، وإن هو حاليا بيعيشها وهو جاي خطيبها. عارفين جيسو اتصدمت صدمة عمرها، وفجأة وبدون مقدمات وفي وسط الصدمة دي في عربية بتخرج من على الطريق وبتطلع على الرصيف تخبطهم هما الاتنين في مشهد صادم. والشيء الصادم أكتر إن اللي خبطهم يا صديقي هو تاي رئيس الشركة اللي جاي كان عاوز يشتغل فيها زمان. من هنا بقى جاي بدأ يفتكر شوية ذكريات وبيلاحظ إن تاي هو السبب في معظم المرات اللي هو مات فيها، لأن هو السبب في موت لي والسبب في موت تشوي، لأن هو اللي قتل بنت الراجل الغلبان وهو اتسجن مكانه. وفوق ده كله قتل جيسو اهو بالعربية، ولما لقي جاي عايش مسك وخانه وخلص عليه. وبيرجع بقى جاي للمكان الغريب من تاني، لكنه بيكون المرة دي منهار من عياط على جيسو اللي ماتت كمان المرة دي بسببه. ومن شدة غضبه بقى بيمسك المسدس من البنت وبيضربها بيها في دماغها. فده حاول ان هو يعني يضرب نفسه بالمسدس عشان يعني يرجع تاني لشخصه الجديد وينتقم من تاني، لكنه مش بيعرف يعمل كده لانه مش بيلاقي طلق تاني في المسدس. وغير كده البنت اللي هو ضربها بتقوم ومفيش اي حاجة بتحصل لها، وبتقرب منه بس وبتقول له ان الكلام ده مش بينفع معاها هي، بل هو بس لازم يتضرب بالنار عشان يتحول لشخص تاني. فجي زعق لها وسألها ليه سابت جيسو تموت. اتحولت بقى هي لهيئة جيسو وجننته أكتر، وقالت له إن ده قدر، وقدر جيسو هي إنها كانت تموت في المكان ده حتى لو أنت ما كنتش دخلت في جسم جيون. فجي وقتها اتصدم من كده وطلب منها تضربه بسرعة عشان يعني يرجع يقتل تاي. فأكدت عليه إنه لو حاول يقتل حد هتخرجه من جسم الشخص ده وهيبقى هو خسر في اللعبة وهيترمي في البركان اللي وعدته بيه. لكن جي ما فرقش مع الكلام ده كله وعرفها إنه مش خايف واداها المسدس عشان تضربه بيه وتنقله. بس هي ما خدتش من المسدس، لا حركت الطلقة اللي هو ضربها بيها من على الأرض وحركتها بقوتها بأقصى سرعة زي سرعة المسدس بالظبط، وضربت بيها جاي في نص دماغه. وجاي المرة دي بقى يا صديقي اتنقل لجسم شخص تاني ولاحظ إن الشخص ده فيه دم على إيده. فجاي اتوتر شوية وبدأ يغسل إيده من الدم. بعدها خرج من الحمام ودخل الأوضة وشغل الأنوار، وليه المكان مليان لوحات ولون الإضاءة أحمر زي الدم، ده غير اللوحات المرسومة بشكل سوداوي والدم مغرق المكان. فجاي خاف قوي من كل الحاجات دي وفضل بقى مش فاهم أي حاجة لحد ما البلورة ظهرت ودخلت دماغه. فبيعرف بقى إنه دخل جسم شخص اسمه جيونج، وجيونج ده عنده موهبة الرسم من صغره وكان بيحلم يكون رسام، لكن يعني لوحاته كلها اترفضت ومحدش قدر الفن بتاعه. فده أحبط جيون جدا. وفي يوم وهو مروح البيت في شخص قتل نفسه ورمى نفسه من فوق البرج على العربية والدم ملى المكان كله. في اللحظة دي جيون قرب من الشخص ده وهو بيطلع في الروح ولمس دمه، ومن هنا جات له فكرة إنه يرسم الراجل اللي مات ده بنفس تعابير وشه وهو بيطلع في الروح. والغريبة إن اللوحة دي اتشهرت جدا واتباعت بسعر عالي جدا. والكلام ده بقى جنن جون أكتر وأكتر لدرجة إنه بقى قاتل متسلسل، بقى يخطف ناس وضحايا ويقتلهم ويعذبهم ويرسم التعبير بتاع وشهم الأخيرة بالدم عشان يعمل لوحات أكتر ويبيع بفلوس أكتر وأكتر. والمجنون جونج ده يا صديقي قتل 15 ضحية لحد دلوقتي، وحاليا جاي جوه جسم المريض النفسي ده. جاي بقى من الصدمة وقع على الأرض وكان هيغمى عليه من الرعب. بدأ بقى يهدى شوية وقرر بقى إنه يستخدم جسم الشيطان اللي معاه ده عشان يقتل الشيطان التاني تاي وينتقم منه. فبس جي بياخد بعضه بيروح المكان اللي مات فيه هو وجيسو، وبيفتكر بقى إنه قبل ما يموت سمع تاي بيطلب من المساعد بتاعه إن هو يتحمل هو المسؤولية ويقول إن هو اللي كان سايق وقتل جيسو وجيون، وعرض على المساعد فلوس كتير جدا ومنصب كمان في شركة من بتوعه. المساعد وافق جدا وفتح بقى العربية وخرج الميموري كارد بتاع الكاميرات اللي بتثبت يعني إن تاي هو اللي كان سايق، وبياخد بقى الميموري ده وبيرميه في بلاعة صرف المية وبيتصل بعدها على الشرطة. طبعا جاي قبل ما يموت كان شاف كل ده أصلا. حاليا هو جه عند نفس المكان وفتح البلاعة بتاعة الصرف وخرج منها الميموري كارد وقلم جيسو اللي تاي كان رماه في البلاعة.
بعدها بيقوم يمشي تاني، وفجأة وهو ماشي في الشارع مناخيره بتنزف دم وبيغمى عليه. بعد شوية بيفوق وبيقوم يروح المستشفى، وهناك الدكتور بيعمل له شوية تحاليل على دماغه وبيعرف إن عنده ورم في المخ وهيموت بعد شهر. فجونج بيفضل يضحك زي المجنون وبياخد بعضه وبيمشي، لأن دي المرة دي مفيهاش أي لعب منه ولا هيقدر ينقذه، هيموت بعد شهر. وهو خارج بقى من عند الدكتور، السكرتيرة بتاعته بترن عليه وبتعرفه إن تاي رئيس شركة تايكنج في المعرض وعاوز يعني يشتري لوحة. فجاي بيفرح جدا ومش بيضيع وقت وبيقفل المكالمة وبيجري ناحية المعرض عشان يقابل تاي ويخلص منه. في العموم بعد شوية جاي بيوصل المعرض وبيلاقي تاي واقف قدام لوحة كده بيتكلم معاه وبيعرفوا إنه جونج. فتاي بيسلم عليه وبيسأله عن تفسير اللوحة اللي هم واقفين قدامها. فجاي صدمه وقال له إنها مرسومة من دم 5 أشخاص. ومش كده وبس، لأ، قرب منه وقال له أنا وأنت زي بعض، مرضى نفسيين بنقتل الناس. فتاي اترعب ومعرفش يرد. فجاي قال له لا يا عم، أنا بهزر معاك، مفيش الكلام ده. اطمن وصدقه انه يعني بيهزر معاه. بعد كده جاي طلع المشرط من جيبه، كان هيهجم عليه ويقتله، لكن افتكر البنت لما قالت له انها هتتدخل لو هو حاول يقتل حد، فبيرجع المشرط تاني في جيبه وتاني بيستأذن عشان يمشي. فجاي عرض عليه ان هو يوصله اللوحه دي لحد باب بيته. فجاي طبعا وافق واخد بعضه ومشى. ركب عربيته بقى وبدأ يسوق بسرعة جنونية كالعادة وكسر الرادار بتاع الطريق. فكان في عربية شرطة كده في الطريق طلعت جري وراه. بس تاي لما شافهم ما وقفش العربية وفضل مكمل جري بأقصى سرعة عنده، وعدى من الكمين وفضل يجري برضه لحد ما وقف بسبب إن الطريق كان مقفول. فعربية الشرطة بقى وصلت له، والشرطي نزل منها وراح له وأخد منه بطاقة الهوية بتاعته وعمل له بس مخالفة. لكن الكلام ده ما عجبش تاي، ونزل للشرطي بتاع العربية وزقه وطلب منه اسمه. فالشرطي قال له إن اسمه هون. فتاي خرج التليفون واتصل على المدعي العام. وفي الأثناء دي على فكرة الشرطي التاني اللي كان مع هون نزل من العربية وطلب من هون إن هو يلم الدور، يعني لأن تاي ده رئيس شركة تايكنج وعنده صلاحيات كتير. لكن هون رفض يلم الدور. فتاي اداله التليفون عشان يكلم المدعي العام صديقه. المدعي العام وقتها هزق هون في التليفون وطلب منه يعتذر لتاي وإلا هيترفد من شغله. وهون اتضايق قوي ورجع التليفون لتاي واعتذر له. لكن تاي ساق فيها زيادة وفضل يضرب هون بالقلم على وشه، وحرفيا زله قدام الشرطي الجبان التاني اللي ما اتحركش من مكانه ولا لمحة عشان ينقذ صاحبه. وعلى فكرة أنا عاوزك تحفظ شكل الشرطي الجبان ده كويس جدا، لأنه من أهم شخصيات المسلسل. المهم طيب بعد ما زل هون بيركب العربية بتاعته بكل بساطة وبيمشي. بعد شوية بقى بيوصل بيته، وأول ما بيوصل بيلاقي هناك جاي مستنيه قدام البيت. بيستغرب من كده وبيسأله إيه اللي جابك هنا. فجاي بيستفزه وبيحط رجله على عربيته. فطيب بيتعصب منه بيقرب وبيحاول يخوفه وبيقول له إن مفيش كاميرات هنا، يعني ممكن أخلص عليك بسهولة. فجاي بيضحك وبيصدمه وبيقول له أنا عارف. فطيب بيزهق منه وبيضربه بالبوكس وبيوقعه على الأرض. فجاي بيقوم تاني وبيرجع يستفزه من تاني وبيتف عليه كمان. فطيب بقى هنا اتجنن وبيرجع يمسك فيه. فجاي بيتفادى هجماته التعبانة دي وبيضربه وبيديله مقص كده بيجيبه على الأرض. فطيب بيتجنن بمعنى الكلمة وبيرجع العربية بتاعته وبيخرج منها بندقية. فجاي اترعب وحاول إن هو يعني يهرب، لكن تاي ضربه بالبندقية وقعه على الأرض. بعدها بقى تاي قرب منه عشان يتأكد إنه مات، بس لا، جاي بيطلع عايش وبيزقه وبيجري يركب العربية بتاعت تاي وبيحاول يدوسه بالعربية. فتاي بينط بعيد والبندقية بتقع منه. فجاي بينزل من العربية وبياخد البندقية من على الأرض، وبيصدموا بيعرفوا إنه كان لابس درع واقي من الرصاص عشان كده متأثرش بالطلقة. وبعدها بيضربه على دماغه. طيب يغمى عليه يا صديقي. فجاي بيركبوا العربية بتاعته وبيتحرك بيه. وبعد شوية بقى بيوصلوا هما الاتنين الاستوديو بتاع جيونج اللي جاي كان في جسمه دلوقتي. وجاي يعرف بقى تاي إن الاستوديو ده هو قتل فيه 15 شخص وهو هيكون رقم 16. ومش كده بس، عرفوا ازاي هيقتلوا دلوقتي. فتاي اتصدم وجسمه بدأ يترعش من كلام جاي. بعد كده جاي أخده ودخل بالاستوديو وهو مربوط. وعلى طول بدأ يجهز السرير، وهوب التعب بيزيد على جاي أكتر وأكتر بسبب الورم اللي عنده وبيغمى عليه. طيب وقتها بيستغرب من كده وطبعا بيستغل الفرصة دي أحسن استغلال وبيفك نفسه وبيربط شيء على السرير. فجي بقى لما بيفوق من الإغماء بيتصدم لأنه بيلاقي نفسه مربوط على السرير وبيلاقي تاي قاعد جنبه. بس تاي قال له أنت قلت لي على جرايمك ال 15، فأنا هقول لك برضه على الجرايم بتاعتي. أول عملية قتل ليا كانت حادثة، والصدمة يا صديقي إن تاي دلوقتي بيتكلم على الشخص اللي مات بين ايدين جاي لما عربية خبطته في الأول خالص أول فيديو اللي جاي بسببه أصلا سقط في المقابلة. فلما تاي خبط الراجل ده يعني وشافه وهو بيموت، حس بإحساس حلو، ومن يومها بقى هو شغال قتل في الناس الله ينور، زي ما قتل جيسو كده بالظبط وجيون وغيره وغيره وغيره. والصدمة إن المجنون تاي بيشغل منشار دلوقتي كهرباء وبيبدأ يقطع في رجل جاي وهو صاحي. فجاي بيفضل يصرخ والدم بيغرق المكان، وبيفضل تاي يقطع فيه لحد ما جاي بيموت تماما. وبس بيرجع بقى جاي للمكان الغريب من تاني وبيكون مصدوم طبعا من الموتة اللي ماتها دي. والغريب انه بيفضل يضحك زي المجنون لدرجة ان البنت استغربت وعرفت ان جاي هو اللي خلى تاي يقتله بالطريقة دي. وده يا صديقي ان جاي كان مجهز كاميرات مراقبة ومسجل كل اللي حصل صوت وصورة.
وعلى فكرة ظهر في التسجيل إن قبل ما جاي يموت وهو في جسم جونج، تاي اعترف إن هو اللي قتل أخوه بارك وبوظ له محرك الطيارة اللي وقع بيه وبسببه بارك مات. طبعا ده برضه صدم جاي أكتر وأكتر، ولكن يعني في العموم كل الاعترافات دي زائد كمان جريمة القتل الأخيرة اللي حصلت كل ده متسجل. فبس حاليا جاي رجع المكان الغريب زي ما شفنا، والبنت ضربته بطلقة جديدة ونقلته لشخص جديد. والمرة دي جاي بيتنقل لجسم الشرطي إياه اللي قلت لك يعني خد بالك منه، الشرطي الياباني صديقي اللي تايم مسح بكرامته الأرض هو وصاحبه التاني اللي اسمه هون. وحاليا بقى جاي بيكون بيطارد مجرم معين، بس المجرم ده بيكون معاه سكين، فجاي بيهرب منه، فالشرطي هون جه وضرب المجرم ده وقبض عليه. بعدها مسك جاي هزقه عشان يعني هرب، وعشان بيخلي دلوقتي شكلهم وحش قدام المجرمين بسبب الجبن بتاعه ده. وبعد ما هزقه سابه ومشى، هو مشى البلورة بقى ظهرت ودخلت في دماغ جاي. فبيعرف بقى جاي انه في جسم ظابط كده اسمه يونج، ويونج ده هو ابوه شرطي اصلا من زمان جدا، لكنه مات اثناء شغله، وعشان كده هيونج اصر ان هو يذاكر ويبقى زي ابوه بالظبط. وبالفعل قدر يدخل كلية الشرطة وراح بقى عرف امه، لكن امه اترعبت وتابت لانها كانت خايفة لحسن يموت هو التاني زي ابوه. عشان كده بقى هيونج وعدها بانه يعني هيحمي نفسه مهما حصل، وعمره ما يحط نفسه في خطر زي ابوه بالظبط. وعشان كده يا صديقي يونج جبان بالشكل ده، وفضل طول ما هو شغال بعيد عن وجع الدماغ او اي حاجة خطر، لحد ما في يوم امه ماتت. لكن الجبن اللي فيه ما ماتش، وفضل زي ما هو ماشي جنب الحيطة وخايف على نفسه. وبكده جاي بيكون عارف كل حاجة عن هيونج. حاليا بقى أثناء بقى ما جاي واقف شاف في واحد بيضرب واحد تاني في نص الشارع، والصدمة إن الواحد اللي بيضربه ده يبقى هو صاحبه اللي كان في السجن اللي هو قتل تشوي لو تفتكر. فجاي بقى طبعا اتجنن وراح له واتكلم معاه وبكل ذكاء قال له أنا تشوي صاحبك. فالغبي التاني قال له تشوي إزاي وأنا قتلته بنفسي؟ وعارفين الغبي بكده اعترف بجريمة قتل في نص الشارع وكل الناس بتصوره. فاتجنن بقى وراح هجم على جاي، فجاي بكل مهارة مسك دراعه وشقلبه على الأرض وخلى الشرطة تقبض عليه. وكل الموجودين طبعا كانوا مبهورين بيه وصوروا كل اللي هو عمله ده. وطبعا هون كان أكتر واحد مبهور، لأن إزاي هيونج الجبان ده يعمل كده. العبرة بقى إن كل اللي جاي عمله ده اتصور وانتشر جدا على النت، وأصحابه في القسم لما شافوا الفيديو ما كانوش مصدقين عيونهم إن الجبان ده عمل كده. بس على الجانب الآخر جاي بقى أخد صديقه هون وركبوا العربية واتحركوا بيها هما الاتنين ناحية الاستوديو بتاع جيونج القاتل المتسلسل. أول ما وصل الاستوديو جاي راح فتح الباب السري اللي في المكان، ودخل بقى الأوضة اللي فيها الكمبيوتر والتسجيلات بتاعت الكاميرات، وبدأ يشغل جرايم كل شخص السفاح اللي كان في جسمه قبل كده. طبعا وقتها هون اتصدم وسابه وراح فورا يبلغ الطب الشرعي. جاي بقى بدأ ينقل الفيديوهات الخاصة بتاي لوحدها على فلاشة ومسحها من على الجهاز خالص. وهون بقى شافه واتصدم انه افتكر ان هيونج بيعمل كده لانه عاوز يغطي على تاي، فبيفضل ساكت ومش بيفتح بقه. في العموم بعد شويه الطب الشرعي وصل الاستوديو، وساعتها جاي طلب منهم انهم يرشوا الماده اللي بتكشف الدم من على اللوحات، وصدمهم كلهم وعرفهم ان اللوحات دي مرسومه اصلا بدم حقيقي. فرشوا الماده دي على اللوحات وطفوا الانوار، وكلهم اتصدموا حرفيا انهم لقوا المكان كله عباره عن دم في دم، وصدقوا كلام جاي جدا. الكلام ده بقى انتشر والصحافه جات الاستوديو وصوروا هيونج اللي بقى دلوقتي اشهر من كريستيانو رونالدو انه سبب في حل لغز 15 ضحيه، وكمان هو برضه اللي قبض على المجرم اللي كان السبب في قتل تشوي. وصورة هيونج انتشرت في كل مكان بسبب صيته اللي فجأة ظهر. طبعا الأخبار دي وصلت لتاي، فبدأ يخاف لحسن يكون هيونج ده عارف عنه أي حاجة، فاتصل على واحد من عصابته وطلب منه يخلص عليه. في نفس الوقت ده جاي وهو في جسم هيونج راح قابل صحفي في قناة مشهورة واداله الفلاشة اللي فيها تسجيلات تاي، وطلب منه يذيع التسجيلات دي على التلفزيون. فالصحفي قال له تمام. بعدها جاي سابه ومشى ورجع بقى على الاسم، لكن أول ما وصل الاسم هون قعد يتكلم معاه وقال له إنه شافه وهو بيمسح تسجيلات تاي. جه عرفه إنه سلم التسجيلات دي خلاص لصحفي كده، عشان لو التسجيلات دي وصلت للشرطة، الشرطة بكل بساطة تتخلص منها على طول لأنهم بيحموا تاي. فهو اطمن وفرح لأنه كان فاكر إن جاي خانهم. فجأة بقى وهم قاعدين بيتكلموا جاي شاف أمه داخل القسم بتلعب، وسأل هون هي بتيجي هنا ليه؟ فصدموا وعرفوا إنها سلمت شنطة فلوس للشرطة، والشخص اللي حط الفلوس في بيتها بان في الكاميرات. بعدها بشوية الشخص ده مات. جاي بيفهم كده إن أمه خافت تاخد كمية الفلوس دي وبالتالي سلمتها للشرطة، فبيدخل بقى الاسم وراها وبيبدأ يتكلم معاها وهو حرفيا حابس دموعه بالعافية. لكن هو بيتكلم معاها لاحظ ان رباط جزمتها مش مربوط، فبسرعه وطى على الارض وبدا يربط الجزمه ان عاد دي امه. فالام قالت ان دي اول هديه ابنها كان جابها لها قبل كده، فهي دايما بتلبسها عشان تحس انه جنبها على طول. جاي لما بيسمع الكلام ده بيفضل يعيط، لكنه بيحاول يداري قدام امه. وبيوم بعد كده يسالها ليه رجعت الفلوس يا حاجه، فقالت له عشان ما تحسش ان الفلوس دي تعويض عن موت ابنها اللي هي كانت السبب في موته. بعدها بتستأذن وتمشي وبتسيب جاي هيموت من الحزن وهو لسه شايف أمه حزينة ومتضايقة على موت ابنها. تاني يوم بقى
جاي بيروح يزورها وبيحط لها اكل بقى على الباب عندها، وبيفضل واقف بعيد لحد ما بتاخد الاكل وتدخل البيت. بياخد هو بعضه وبيمشي هو التاني، وفجأة بيقابل واحد من عصابة تاي، والشخص ده بيطعنه بسكينة، لكن بتيجي سليمة الحمد لله، وجاي بيمسك السكينة بإيده وبيضرب الشخص اللي من العصابة وبيقبض عليه. في الأثناء دي بقى في حد من الصحفيين كان عارف إن النهاردة هيتذاع فيديو لتاي وهو بيقتل جيونج، فاتصل على تاي وعرفه. تاي شكره وقفل مع السكة، واتصل على رئيس العصابة اللي طلب منه يقتل جاي، فاتصدم لإن جاي اللي رد عليه ساعتها وعرفه إنه قبض على صاحبه ده. ومش كده وبس، طلب منه يجي يقابله في القسم، وقفل بعدها سكة في وشه. وبالفعل بعد مدة تاي وصل القسم وقابل هناك جاي، وعرض عليه فلوس وسلطة مقابل التسجيل، لكن جاي رفض وقال له جهز نفسك لاني هقبض عليك بعد نص ساعة لما الفيديو يتذاع على التلفزيون. فضل يتضايق وهدده بانه هيقتله، فجاي ابتسم وقام بعد كده مشى ورجع شغل التلفزيون وفضل مستني الفيديو لحد ما المذيع بقى بدأ يعلن على الفيديو، لكن الإعلان تم بطريقة غير متوقعة تماما. تاي ظهر في الإعلان وهو خارج من اسم الشرطة وبيعترف لكل الناس إنه قتل جونج، وهو قتله لأنه كان سفاح وقتل 15 شخص. وعرفوا بعد كده إنه قتله دفاعا عن نفسه لأن جيونج السفاح خطفه عشان يقتله. وظهر بعد كده لقطة يا صديقي من تسجيل الكاميرات وجيونج مكتفه وداخل بالاستوديو. طبعا الكلام ده كله خلى كل الناس يتعاطفوا مع تاي ويعملوه بطل، وحتى الأغبياء عملوا مظاهرات عشان يعني ما يتعاقبش على الجريمة اللي هو عملها. وبالفعل تاي خرج من الاسم بكل ثقة وما اتحبسش يوم واحد بس. وأول ما خرج بقى ركب الطيارة بتاعته الخاصة عشان يسافر بيها، وطبعا كل اللي حصل ده بسبب الرشاوي الكتير بتاعته. بس واحدة بقى في حد من اسم الشرطة كلمه وقال له إنه قبض على هيونج، فتاي قال له تمام خليه معاك لحد ما أجي أقتله بنفسي. بعدها قفل المكالمة وراح ينام شوية على السرير، ويا دوبك أول ما قال واحد في النوم الطيارة بدأت تتهز جامد. فتاي صحي من النوم وخرج يشوف في إيه، ليه رسالة من جاي كاتب له فيها كل أسماء الضحايا اللي هو قتلهم. فتاي اتكلم ودخل أوضة الطيار، ومنها بيتصدم لأنه ملقيش الطيار في الطيارة من الأساس، فعرف كده إن للأسف الطيارة هتقع خلاص. بعدها جاي بعت له رسالة وعرفه إن الطيارة هتنفجر بعد 30 ثانية. فضل يترعب وفضل يدور على مظلة، وعبال بقى ما لقيها كان محرك الطيارة اتحرق زي ما حصل مع أخوه بالظبط. ومن شدة الضغط الباب اتكسر وسحب تاي لبره الطيارة، وتاي وقع من الطيارة قبل ما تنفجر. وعلى فكرة تاي كان معاه مظلة في الوقت ده، فضل يلبس فيها وهو بيقع في الجو، وعرف يلبسها بالعافية وفتح المظلة ووقع على الطريق من غير ما يموت للأسف. لكن يعني أول ما نزل على الطريق في عربية جت خبطته ووقعته على الأرض، والمفاجأة إن جاي هو اللي بينزل من العربية دي. فتاي لما شافه اتصدم وسأله إزاي هو هنا، لأنه المفروض يعني على حسب كلام الراجل بتاع تاي إن هو كان خاطف جاي. من هنا بنعرف يا صديقي إن جاي أصلا من زمان كان عارف إن تاي هيعمل كده، وإنه هيطلع يقول للناس إنه قتل جونج عشان سفاح والكلام ده كله. فجاي بقى استخدم ذاكرة لي اللي هو كان في جسمه قبل كده، وزرع قنبلة في محرك الطيارة بتاع تاي. بعدها استخدم ذاكرة سونج اللي هو المجنون ده اللي نط من طيارة من غير مظلة قبل كده، وبالتالي جه استخدم قدراته ونط من الطيارة اللي تاي كان فيها بعد ما يعني كان زرع له القنبلة وكانوا خلاص في السما. وعلى فكرة هو اللي خلى هون يخلي الشرطي يتصل على تاي ويقول له انه قبض على هيونج مع انه ما قبضش عليه اصلا. ومش كده بس، جاي لما استخدم ذاكرة لي اللي كان شغال مع العصابة بتاعت تاي راح مقر العصابة وسرق هارد عليه كل فضايح العصابة، من ضمنهم تسجيل لتاي وهو بيطلب من رئيس العصابة يقتل أخوه بارك. وجي يستخدم بقى التسجيل ده وبعته للتلفزيون مع الفيديو اللي ظهر فيه وهو بيشرح جونج. وحاليا كل الشعب اتفرجوا على الفيديو وخلاص عرفوا تاي على حقيقته. وحاليا برضه جاي بيحاول ينتقم لجيسو بقى وبيمسك تاي وبيبدأ يخرج فيه عشان يخلص عليه، لكن البنت اللي هي بتنقله دي جت لأنها كانت مأكدة عليه إنها هتتدخل لو حاول يقتل حد، فبقت بقى تقرب منه عشان تنقله لبركان. لكن في اللحظة دي القلم بتاع جيسو بيقع من جيب جاي، فبيسيب بقى تاي وبيضعف الصراحة ومش بيرضى ان هو يقتله عشان ما يبقاش زيه، وبيقوم بعدها عشان ياخد بعضه ويمشي لانه خلاص خد حقه. بس تاي بيقوم وراه ولسه هيقتله، شوية هوا جم طيروا المظلة اللي كانت لسه متعلقة فيه وحدفته على تريلا، والتريلا دي خبطته الحمد لله ومات في 60 داهية. تاني يوم بقى الرأي العام كله اتقلب على تاي هو وكل المرتشيين اللي كانوا بيساعدوه، وبسبب اللي حصل ده ابو تاي بيقدم استقالته من منصبه. اما تاي نفسه فكان يعني في وضع حرج جدا وماتش على فكرة، بل دلوقتي طلع ان هو عايش بس مرمي في المستشفى ورجليه الاتنين اتقطعوا بسبب خبطة التريلا اللي خدها. وبس كده يكون جاي يحقق انتقامه من غير ما يقتل اي حد او يخسر في اللعبة. وبيفضل بقى جاي يا صديقي عايش في جسم يونج مستني موته كالعادة. واثناء طبعا يعني ما هو منتظر بيطلع دايما مع هون يقبض على المجرمين. وفي مرة جاي كان هيموت بس هون انقذه، وهون اتصاب ساعتها وراح المستشفى، وجاي وقتها راح معاه. مراته لما عرفت جت المستشفى هي وبنته، وفضلوا بقى هما الاتنين يعيطوا عليه، فجاي زعل على بنته هون واخدها وعزمها على مشروب واكل، ولاحظ جدا انها زعلانه على ابوها
فجاي وعدها إنه يعني مش هيخلي أبوها يتصاب تاني وهيحميه. فالبنت فرحت جدا وشكرته. بعدها أخدوا بعضيهم كلهم ورجعوا المستشفى. في اللحظة دي جاي كان ندمان وفضل يفكر إنه يعني لو ما كانش قتل نفسه من البداية كان ممكن يبقى عنده عيلة زي دي بالظبط. وبالتالي هو دلوقتي حزين إنه فكر في يوم من الأيام ياخد قرار غلط وإن هو يقتل نفسه بدل ما يفكر في حلول. حتى لو كانت كل حلول وقتها خلصت كان المفروض يفكر تاني. بس بتعدي الأيام بقى وهم بيخرج من المستشفى الحمد لله، وبيطلع مع جاي في عملية قبض على تاجر مخدرات. وهما الاتنين بيحاصروا تاجر المخدرات ده فوق سطح مبنى. فتاجر المخدرات اتجنن وخرج مسدس من شنطة المخدرات اللي معاه وضرب هون طلقة في رجله وجاي طلقة في دراعه. فيفتكر بقى وعده البنت هون بإنه هيحمي أبوها مهما حصل، فقرر يضحي بنفسه وانقض على المجرم ده. فالمجرم فضى كل طلقات المسدس فيه. بعدها جاي شاله ونط بيه من فوق سطح المبنى. ومات جاي في مشهد حزين جدا وسط انهيار من هون. بعد الكلام ده كله جاي بيرجع للمكان الغريب عند نفس البنت من تاني. فالبنت اتخانقت معاه عشان قتل نفسه للمرة تانية. بس هو قال لها انه عمل كده وضحى بحياته عشان ينقذ هون الغلبان. فاتريقت عليه وقالت له هو حياتك ايه بالظبط؟ لعبة كل شوية تفكر ان انت تقتل نفسك لمجرد ان انت عاوز تقتل نفسك وخلاص. فجاي سكت ومعرفش يرد. البنت ضيعت وقت بقى وضربته بالنار للمرة اللي مش عارف كام ونقلته بقى للشخص الجديد. ومفروض بقى ان كده فاضل اللي جاي شخصين تاني غير الراجل اللي هو لسه داخل فيه ده. المهم جاي بقى اتنقل لجسم مشرد فمش بيهتم نهائيا بكده صراحة. وبيكمل ماشي في الشارع. فبيسمع الأخبار كلها دلوقتي بتتكلم على موت البطل يونغ وهو يعني بيؤدي عمله. فجاي بيقرر إن هو يروح جنازته أو بمعنى أصح جنازة يونغ. وأما بيوصل الجنازة بيلاقي ناس كتير جدا هناك وحاطين زهور ليه إن زي ما قلت لك يونغ بقى بطل الشعب كله بسبب اللي جاي عمله لما كان في جسمه. المهم إن جاي لما بيروح الجنازة بيلاقي بنت هون واقفة قدام صورته وبتعيط وبتقول له إنه نفذ يعني وعده. فبيزعل عليها وبيحاول يشاور لها بس البنت بتخاف من شكله لأنه متشرد. فجاي بيزعل قوي وزعله ده بيزيد لما في واحد من القاعة جه طرده منها بسبب شكله وريحته. فجاي بياخد بعضه وبينزل من على السلالم عشان يمشي. فبيقابل بقى هون قاعد منهار من العياط على هيونج لأنه شايف إنه مات بسببه. فبيروح يتكلم مع هون وبيحاول يواسيه وبيقول له إن موت يونج مش غلطه ويونج عمل كده وهو سعيد عشان كده ما تزعلش. هون اتجنن عليه وقام خنقه ولزقه في الحيطة وقال له أنت مين أصلا عشان تقول كل الكلام ده على صديقي؟ عيط ومعرفش يرد على هون وقال له معرفش لأنه مش عارف بجد هو مين فعلا، هو جاي ولا ليه ولا هيونج ولا تشاي ولا مين بالظبط. فجاي قرر بقى إنه مش هيستمر في اللعبة دي تاني. بعد كده شاف البلورة بتاعت ذكريات المشرد ده جاي عليه. فجاي اتجنن وطلع يجري من البلورة دي لأنه مش عاوز يكمل ولا مهتم يعرف حاجة عن المشرد ده. بس وهو بيجري بيقع من على السلم وقعة قوية جدا على دماغه وبيموت فورا. بعد الكلام ده كله بيرجع من تاني لعند البنت وبيكلمها بكل غضب وبيعرفها انه خلاص جاب اخره وهيخلص الحوار بسرعة وهيقتل نفسه بمجرد ما يدخل الشخصين اللي هما جايين دول لانه زهق وعاوز يخلص. فالبنت ابتسمت وضربته بالطلقة وقالت له براحتك. وهوب جاي اتنقل لجسم موظف حكومي. ما اهتمش الصراحة بكل ده وطلع يجري زي المجنون على الطريق عشان يقتل نفسه. وبالفعل بيطلع على الطريق وعربية بتخبطه وبترميه على الرصيف. المفاجأة بقى في الموضوع ان الشخص اللي جاي كان جوه جسمه يا صديقي هو الشخص اللي مات قدام عينيه وقدام ايديه قبل ما يروح يعمل المقابلة في بداية الفيديو. وحرفيا حياته اتدمرت من بعدها. يعني البنت قالته للشخص ده وخليته يشوف نفسه وهو بيحاول ينقذه وكمان بتخليه يشوف تاي اللي خبطه ومن ساعتها يتحول لقاتل متسلسل. انا بقى يا صديقي مش معناه ان جاي رجع بالزمن وكان السبب في كل حاجة، لا 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 لا. كده الشخص ده كان قدره انه يموت هنا. يعني بس البنت رجعته للحظة دي عشان تخليه يشوف النعم اللي كان فيها من منظور الشخص اللي مات. وتعرفوا ان القدر كان كاتب الشخص ده ان هو يموت مش عشان تاي قتله هنا يبقى هو مات بسبب حظ جاي تعيس، لا لان قدر الشخص ده يموت كده وقدر جاي ان يحصل له كده. جاي بقى لما مات يا صديقي للمرة 300 رجع تاني للبنت والبنت قالت له وقتها استعد للجولة الأخيرة وآخر فرصة ليك. فريعة عرفها انه مش مهتم واول ما هيخش الجسم الجديد هيقتل نفسه. فقالت له اشك الصراحه انك تقدر تعمل كده وتقتل نفسك وضربته بالنار. بيتنقل بقى يا صديقي جاي لجسم امه. وطبعا بيتصدم صدمه عمره لانه مش هيعرف كده يقتل نفسه. وفي اضطرابه وخوفه على امه ده البلوره اللي فيها ذكريات امه بتظهر وبتدخل دماغه. فشي بيبدا بقى يشوف ذكريات امه ويعرف عنها حاجات كتير ما كانش يعرفها تماما. عارف ان امه مثلا بعد ما ابوه مات زعلت جدا لدرجه انها ما بقتش عارفه تعيش ازاي. بس اللي ساعتها انها تعيش هو جاي ابنها. وبالتالي الام وقتها فرغت نفسها للشغل ولابنها عشان تقدر تربيه واستحملت الذل والاهانه عشان خاطر ابنها وتقدر تكبره. واول ما كبر بدل ما يشكرها لا هو راح قتل نفسه وضيع كل تعبها ده على الفاضي. وفي اليوم اللي قتل فيه نفسه
أمه عرفت الكلام ده كله واتجننت خالص لما عرفت إن ساعة عمرها ابنها مات. ولما راحت بقى شافت جثته انهارت من العياط وفضلت تقول له أرجوك ما تسيبنيش لوحدي، لكنه مات وتسبب ليها بكل الحزن الرهيب ده هي وجيسو كمان. وحرفيا خسر الأم الحاجة الوحيدة اللي هي كانت أصلا عايشة عشانها من البداية. ودلوقتي بقى جاي بدأ يفهم حجم الألم والمعاناة اللي تسبب فيها لأمه ولخطيبته، وفهم ليه البنت قالت له زمان إنه شخص أناني مش بيحس بحد غير نفسه، لأنه ما كانش حاسس بأمه ولا خطيبته وقد إيه موته بهدل كل ده. فجاي فهم أخيرا، لكنه فهم متأخر للأسف، فبيفضل يعيط وبيقرر بقى خلاص إنه هيعيش كأنه أمه لحد ما يموت بشكل طبيعي عشان يدوق حجم الحزن اللي هي حاسس بيه لما يشوف أمه وهو في جسمها بتموت قدام عينيه. وبالفعل جاي بيبدأ يروح الشغل بتاع أمه ويشتغل شغلها المتعب جدا، وكل يوم كان بيعدي عليه كان بيندم أكتر وأكتر ويتمنى إنه ما كانش قتل نفسه من البداية. بتعدي بقى الأيام والسنين يا صديقي، وتقريبا بتعدي 32 سنة كاملين وجاي عايش في جسم أمه وما ماتش. والنهارده بيجي بقى ميعاد موت أمه بجد، وبتموت أمه بقى بشكل طبيعي من غير ما تتقتل زي باقي المحاولات، موتة ربانية عادية خالص. في النهاية بيرجع جاي بقى لعند البنت في المكان الغريب تاني، وأول بقى ما رجع جاي عيط لها وترجاها تديله فرصة كمان وتنقله لجسمه قبل ما يقتل نفسه. فالبنت سألته ليه عاوز ترجع لجسمك الأولاني من تاني، فلو هو منهار من العياط إنه عاوز يرجع بس لحياته وجسمه القديم عشان يحضن أمه. فالبنت عرفته إنه كسب اللعبة وعاش حياته وهو في جسم أمه بشكل كامل وما اتقتلش ومات موتة طبيعية وهو كده كسب. وتخرج بقى رصاصة تانية من جيبها وبتحطها في المسدس وبتعرفه إنه لو ضرب نار على نفسه هيرجع بالزمن لقبل ما يقتل نفسه. فجاي بيفرح جدا وبياخد منها المسدس وبيضرب نفسه وبيرجع بالزمن تحديدا للحظة اللي قبل ما يموت فيها نفسه. بس طبعا المرة دي مش بيقتل نفسه صديقي، وبيرد على مكالمة أمه. ومن هنا جاي بيقدر يكمل حياته اللي ما كانتش أحسن حاجة في نظره، بس بعد اللي شافه ده اتأكد إن حياته أحسن من غيره بكتير، وقدر يعيش بقى مع أمه وخطيبته جيسو بسعادة. وبيخلص المسلسل الجميل جدا 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 اللي قدم رسالة بطريقة جامدة جدا. قدم رسالة إن عمر في حياته ما كان البني آدم إن الحل بالنسبة له إنه يقتل نفسه عشان يخلص من كل المعاناة. الحياة صعبة والحياة مش سهلة نهائيا، وعمرها ما كانت سهلة ولا هتكون سهلة. العبرة كلها إن الواحد دايما دايما مهما ضايق بيه يقول يا رب، ويحاول يلاقي دايما أي حل يطلع بيه من المشكلة دي، ولو ما لقيش يحاول تاني، ولو ما لقيش يحاول تالت ويفضل يحاول لغاية ما في الآخر ربنا في مرة من المرات دي هيكرمه وهيطلع من المعاناة اللي هو فيها. فيا صديقي لو كنت حاسس بأي حاجة من الحاجات دي كلها، صدق أو لا تصدق، لسه برضه والله في أمل. وبيخلص الفيديو وبس كده. سلام.